جبت لكم واحد الوصفة اللي خطيرة البنات، بسطيلة مالحة، كتجي لذيذة لذيذة بزاف وسهلة في التحضير ديالها. ندوزو دابا المقادير والطريقة ديال التحضير. غادي ناخد واحد المقلاة اللي غادي ندير فيها شوية ديال الزيت، وعندي هنايا جوج ديال البصلات متوسطين اللي قطعتهم بهذا الحجم هذا. غادي نخليهم شوية يتشحروا، شوية تنزل ليا هذيك البصلة. من بعد غادي ناخد الكفتة اللي غادي نزيدها على هذيك البصلة. بالنسبة للكمية البنات كل واحد يدير على حسب عدد الأشخاص اللي عنده في الدار، إلا كنتو بزاف كتروا شوية الكفتة والبصلة، إلا كنتو قلال ما تكتروش. غادي ندير شوية ديال القزبر ومعدنوس، وندير الملحة، وغادي ندير كذلك الإبزار فلفل أسود، وندير التحميرة الفلفل الحلو، وغادي ندير كذلك شوية ديال الخرقوم كركم، وغادي نخلط المكونات مزيان مع بعضها. غادي نحاول نفرتت هذيك الكفتة باش هكا تجيني مفرتة وتدخل مع هذاك القوام، ما خصهاش تبقى هكاك كبيرة. صافي وغادي نخليها طيب. من بعد ما طابت ليا البنات ولات لي بهذا الشكل هذا، غادي نحيدها نخليها تبرد وندوزو للمرحلة الثانية. غادي ناخد الجبن البنات، انا استعملت هذا الجبن تاع تواركه داير بحال هكا. الا لقيتو من الاحسن جيبوا هذا، ما لقيتوش استخدموا اي جبن عندكم، المهم كتروا شويه كميه. صافي هو داير بحال هكا. غادي نفرتو بهذه الطريقه هذه. من بعد غناخد الورقه نتاع البسطيله، خذوا اي ورقه عندكم، وغادي ناخد اللاطه اللي غادي تدخل الفران، الصينيه اللي غادي تدخل الفران غادي ندهنها مزيان بالزبده. من بعد غادي ناخد ورقه البسطيله، ورقه البريك ولا البوراك ولا كل واحد كيفاش كيسميها، وغادي ندير 3. من بعد غادي ندير وحده في الوسط، ضروري ديروا في الوسط وحده باش هكا ما تقطعش ما تخرجش لكم الحشوه ديالكم. ومن بعد غادي ناخد هذيك الكفته اللي غادي نديرها الطبقه الاولى ونحاول نسرحها. ومن بعد غادي ناخد هذاك الجبن ديالي اللي حتى هو غادي نفرشو كامل فوق هذيك الكفته. غادي ناخد البنات جوج ديال البيضات اللي ضربتهم مزيان بحال هكا، جوج ديال البيضات. الا كنتو عندكم بزاف الكميه ديروا 3 البيضات. غادي نحاول نسد ال الورقة ديالي بحال هكا، وغادي ندهنها بهذاك البيض. غنبقى نسد وأنا كندهن بالبيض. من بعد غادي نجيب الورقة باش هكا نقاد ليها الشكل ديالها ونبلعها. غندير لها بحال هكا، نحاول نديرها شكل دائري كما كديروا البسطيلة عادية بحال هكا. حاولوا تقادوها تجي دائرية. وغادي نبدي ندهنها بالبيض. غادي نلبسها كامل بالبيض. حاول داك البيض كامل غادي نديرو، غادي نبقى كندهن وأنا كندخل فيها كندهنها وراها كتشرب. راه أنا كندهن بالبيض وهي كتشرب هذاك البيض، غادي تشرب كاع البيض. صافي البنات من بعد ما غادي ندهنها كاملة وغادي تشرب ليا هذاك البيض، غادي ندخلها الفران طيب حتى تبان لكم تحمرات مزيان. غادي نشعل عليها من الفوق ومن التحت، خليوها حتى تحمر مزيان البنات وتقرمش، عاد طفيو عليها. ومن بعد البنات يكون هذا هو الشكل النهائي نتاع البسطيله ديالي. شوفي شحال كتجي زوينه وراها ساهله ساهله البنات في التحضير، ما فيهاش تماره نهائيا. غادي نقطع معكم تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل، وكتجي البنات بهذا الشكل هذا. شوفوا كي شحال كتجي بنينه 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 وكتجي لذيذه البنات. انا متاكده غتعجبكم هذه الطريقه هذه، حيت ساهله ساهله وما كتاخذش الوقت، والواحد كيبغي يبدل يدير شي حاجه جديده، ماشي ديما نفس الماكله نفس الوصفات. نتمنى يكون عجبكم الفيديو نتاع اليوم والوصفه نتاع اليوم. الى عجبكم ما تنساوش تشجعوني باللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم الجميله.